من يومين كده بدأنا نسمع عن جريمة أحمد اللي سنه 15 سنة واللي ساكن في عزبة عثمان في شبرا الخيمة، اللي كان ضحية تجارة الأعضاء على المواقع الإنترنت اللي هي الدارك ويب أو الويب المظلم. بس أنا هنا مش جاي أحكي لك قصة، أنا جاي أقول لك إزاي تحمي نفسك من خطر الدارك ويب، ولو أنت عندك أولاد إزاي تحميهم من خطر الدارك ويب، وهل هو فعلا خطر على الأطفال، وإيه هو الدارك ويب أصلا اللي بيخلي الناس تتكلم عنه بالطريقة دي. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا في الأول يا صديقي أحكي لك ملخص القصة عشان أقدر أبني عليها الكلام اللي أنا هقوله، لأن ده مش مجالي. بص، أحمد دوت سنه 15 سنة، عايش في شبرا وبيحب يلعب بلاي ستيشن، فكان على طول بيروح يلعب بلاي ستيشن. وكان في واحد اسمه طارق دوت بيعاني من مرض السرطان وحالته المادية ما تسمحش خالص، وحضرتك لو شفته هيصعب عليك. في واحد تاني من الكويت سنه 15 سنة لسه عيل صغير، عارف طارق ده من على الانترنت وقال له على صفقة حلوة. قال له والله لو انت جبت واحد وقتلته وقطعته انا هديك 5 مليون جنيه، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ بشرط ان هو يسجل نفسه فيديو كول وهو بيقتله. طارق كان فاكر في الاول ان الموضوع تجارة اعضاء، بس لما جاب فعلا احمد وقتله ووراه للشخص اللي من الكويت دوت، قال له الاعضاء دي مش عاجباني. يعني بعد ما قتله وقال له ان انا هقتل ده، قال له الاعضاء دي مش عاجباني. بس الهدف الشخص اللي من الكويت ده ان هو مش عايز الاعضاء، هو عايز الفيديو اللي بتصور. الفيديو اللي بتصور ده بيتباع على الدارك ويب بملايين، لان هدف الشخص ده هو يبيع الفيديوهات ديت على الدارك ويب. وكان للاسف احمد هو الضحيه. وهنا جاي السؤال، ايه هو الدارك ويب وازاي احمي نفسي واولادي من الدارك ويب ده، وهل هو فعلا خطر على الاولاد ولا لا؟ بص يا صديقي، احنا عندنا 3 انواع من الويب. اول نوع وهو السيرفيس ويب، الديب ويب والدارك ويب. سيرفيس ويب، ديب ويب، دارك ويب. السيرفيس ويب ده هو الانترنت الطبيعي بتاعنا اللي انت بتتصفح فيه كل يوم، جوجل، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، اكس، ايا كان المنصات اللي انت بتشتغل عليها، ده اسمه سيرفيس ويب. اما الديب ويب فديت مواقع ما تقدرش تدخل عليها كده، لا بتدخل بيوزر نيم وباسورد، زي الحاجات المصرفيه كده والحاجات بتاعت البنوك. الحاجات دي ما تقدرش تدخل عليها خالص الا بحاجات صعبه جدا. اما الدارك ويب ده برضو فيعتبر ديب ويب برضو، بس للاسف في حاجات مش كويس. لك ان تتخيل ان الدارك ويب ده بيبيع حاجات مش تمام، مواقع بتبيع مواد مخدره من غير روشته الطبيب، ودي كارثه طبعا. حاجات بتأجر شخص عشان يعمل لك جريمه قتل زي ما حصل في احمد بالظبط كده. في بيع مخدرات، اسلحه، بيانات مسروقه، محتوى شمال، حاجات قذره جدا قذره. وانا هنا مش عايز اقول لك الدارك ويب ده بدأ امتى ولا ازاي عشان مش هدخلك في تفاصيل كتير، بس اللي عايز اقوله ان مصر قفلت الدارك ويب حاليا بسبب اللي حصل في الطفل احمد او الحاجات اللي مش تمام دي. الدارك ويب دي بيبيعها على هيئه خدمات بملايين. بس في سؤال هنا، يعني انت دلوقتي لما بتروح تشتري من امازون او جوميا او اي متجر في الدنيا بفيزا مثلا او بالبيبال، فاول ما بتدفع على طول في رساله بتتبعت لك على رقم موبايلك، والله تم خصم كذا عشان انت اشتريت من كذا. نفس النظام لو راح تسحب فلوس من اي تي ام، اول ما بتسحب بيجي لك رساله على تليفونك يقول لك والله تم خصم كذا من حسابك لانك سحبت من مكنه من كذا. فهنا جاء السؤال، انت دلوقتي بتشتري خدمات من الدارك ويب، فهنا البنك بيعرف انت اشتريت من مين على بأمارة الرساله بتتبعت لك، فهو بيكون عارف انت اشتريت من مين. فظهر هنا عمله اسمها عمله البيتكوين. العمله ديت عمله نادره جدا وصعبه جدا انك توصل لها. العمله دي بتتيح للناس هم بيستخدموها على الدارك ويب انها بتتيح لهم ان هم يشتروا الحاجه، والعمله البيتكوين مش بتعرفهم هم اشتروا منين ولا ازاي ولا فين. فدي ميزه البيتكوين في مواقع الدارك ويب، فهم بيستخدموا عمله البيتكوين دي في الدارك ويب. دي بقى مخاطر الدارك ويب، بس ازاي انا اتجنبها وازاي احمي اولادي من مخاطر الدارك ويب دي. اولا الاولاد مش بيكون عندهم الوعي الكافي بالحاجات دي، واول ما يعرفوا حاجه جديده بيكون عندهم الفضول انهم يعرفوا الحاجات دي بالرغم من المخاطر اللي هم مش عارفينها. فحضرتك في كذا طريقه تقدر تحمي بيها ابنك من مواقع الدارك ويب دي خالص. في برامج بتساعدك انك تعرف ابنك دخل على مواقع ايه لو هو معاه الموبايل او ايا كان. في تطبيقات رقابه حلوه جدا وعن تجربه، في تطبيق اسمه اندرويد بارتنر كنترول.
تطبيق طبعا اسمه كبير، بس ده تطبيق جامد جدا وبيساعدك انك تعرف الانشطه اللي ابنك بيعملها كل يوم، ايه هي التطبيقات والمواقع اللي بيفتحها كل يوم. كمان هيجيلك تقرير يومي بكل المواقع وكل البرامج والالعاب اللي ابنك فتحها من خلال التطبيق ده. تقدر كمان تعرف موقع ابنك بكل سهوله لو هو بره مثلا، فانت مثلا بتكون محدد للبرنامج منطقه معينه ابنك ما يخرجش بره المنطقه دي، او هو انت قاعد في بلد معينه انت حددته ان ابنك ما يخرجش بره البلد دي. فلمثلا لو هو خرج من البلد ديت، فالتطبيق بيبعت لك انذار ان ابنك خرج من البلد اللي انت محددها له على الخريطه. اول ما يخرج بيبعت لك انذار على طول. وكمان لو لا قدر الله ابنك ضاع منك او حد خطفه، بيخرج بره المنطقه وبيبعت لك انذار ان ابنك خرج بره البلد. وكمان تقدر تتتبع وتشوف ابنك راح فين او موقعه فين بالظبط لو هو معاه موبايله. كمان تقدر تعرف الاشعارات اللي بتجيله يوميا، كل الاشعارات اللي بتجيله هتقدر تعرفها من خلال التطبيق دوت. وانصح كل الناس انها تنزل التطبيق ده لانه امان لاي حد مش بس الاطفال، واللينك هسيبه لك في الديسكربشن تحت لو حبيت انت تنزله. كمان حاول تفهمه الموضوع من البدايه عشان يكون عارف ان في حاجه غلط اول ما بتجيله يبعد عنها. فلازم تكون معرفه الاول الموضوع من البدايه. والدي اول ما جاب الراوتر وخلاص هنوصل النت، كنت عيل صغير لسه، جاب لي الراوتر كده وجاب الناس حوالينا وقال لي ايه، بص اي حركه كده ولا كده انت عارف اللي هيحصل لك. وبكده الاطفال او اي حد هيكون عارف ايه هي اضرار الدارك ويب عشان لما تقابله يبعد عنها تماما. فما تحاولش يا صديقي انك تدخل على الدارك ويب دوت، لانه كده كده مصر اصلا قفلت الدارك ويب ده من ساعه حادثه احمد اللي في شبرا. فما تحاولش، يعني مش يكون عندك فضول كده وتدخل ده محمد اتكلم وعايزين نعرف، ما تحاولش. وبس كده، اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومه واحده. في رعاية الله.